عن لا إله إلا الله في القرآن الكريم. ما حجم كلمة التوحيد في القرآن الكريم؟ قد ذكر بعض العلماء نظرية تسمى نظرية الهجوم. يعني لو أردت أن تعلم أمر من الأمور، أهمية أمر من الأمور، انظر إلى ذكره في القرآن الكريم. شوف ذكره في القرآن الكريم قد إيه ذكره في القرآن الكريم، هتعرف أهمية هذا الأمر. طب كلمة التوحيد إيه حجمها في القرآن الكريم؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. القرآن الكريم كله توحيد، حديث عن التوحيد. القرآن الكريم كله حديث عن التوحيد، من أول ما تبدأ الفتحة بسم الله توحيد. يعني أبدأ كل شيء بسم الله الواحد. الرحمن الرحيم توحيد، صفات ربنا واسماء ربنا سبحانه وتعالى. مالك الحمد لله رب العالمين توحيد. مالك يوم الدين توحيد. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. اهدنا الصراط المستقيم، نبرد من مين؟ من الله سبحانه وتعالى الواحد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الموحدون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دول اللي جانبهم التوحيد. وتمشي في القرآن الكريم كله من أوله لآخره تلاقيه يتحدث عن التوحيد، عن لا إله إلا الله. وقد قسم العلماء حديث القرآن الكريم عن التوحيد في 5 محاور. في 5 محاور. المحور الأول أدلة كونية. المحور الثاني نعم ربانية. المحور الثالث قصص قرآنية. قصص قرآنية. المحور الرابع أمثلة حسية. المحور الخامس أدلة عقلية. حد خط 5؟ أول حاجة أدلة إيه؟ كونية، فالسماء وبناؤها، والأرض وبطحاؤها، والكواكب وأفلاكها، والبحار وأمواجها، والنمل والنحل والعنكبوت وأشباهها، كلها أدلة كونية متناثرة في القرآن الكريم تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لله في الكون آيات لعل أقلها ما إليه هداك. والكون مشهور بأسرار إذا ما حاولت تفسيرا لها أعيانا. ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لم ترى عيناك. كل الطبيب تخطفته يد الغدا يا شافي الأمراض من أهداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علته من ينصحيه بالمنايا دهاك. كل البصير وكان يحذر كفرة فهوى بها ما الذي أهواك. بل اسأل الأعمى خطر بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. بل اسأل
الثعبان ينفث سمه وقل له يا ثعبان من بالسموم حشاك وكيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك اسأل اللبن المصفى يخرج من بين دم وفرس وقل له من صفاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من أدراك وإذا رأيت البحر بالملك الأجاد ترى فاسأله من أطراك بل اسأل الجنين يعيش بلا راع ولا مرعى وقل له يا جنين من يرعاك لا إله إلا الله الله في كل ذلك ماثل فإن لم تكن تراه فهو يراك يبقى أول حاجة الأدلة الكونية الموجودة في القرآن كلها تشهد بلا إله إلا الله. رقم 2 إيه؟ فاكرين؟ نعم ربانية. النعم نعم الله سبحانه وتعالى علينا كلها موجودة فين؟ في القرآن الكريم. فالنبات وما أنبته، يعني القرآن تحدث عن النبات ومن أنبته وعن الماء ومن أنزله وعن اللبن من صفاه وعن العسل من حلاه وعن الجميل من سواه وعن السمع من شقه وعن البصر من أطلقه وعن اللسان من أنطقه. كل ده موجود فين؟ في القرآن الكريم. واقرأ قول الله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون، عارفين الزرع تحكم؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. خلي بالك من القرآن، خلي بالك من ولو نشاء لجعلناه، ركز في المجال اللي بعد كده بقى. ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. تفضل تقول احنا مغرمون، مفيش زرع طالع، مفيش نبات، مش لاقيين خضار، مش لاقيين فاكهه، مش لاقيين كذا ومش لاقيين كذا، فتقولوا إنا لمغرمون مجنونون، مش لاقيين، جعانين، مجاعه، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مالحا شديد الملوحة. خلي بالك ركزت في الفاكهة ليه؟ في الزرع ليه؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، لكن في الماء ليه؟ لو نشاء جعلناه مش لجعلناه. شوف اللام دي كيف عايز. طب ايه هو الفرق؟ انا هفهمك عن الحساب. حاضر افهمك. لو نشاء لجعلناه حطاما، عارفين يعني ايه حطام؟ يعني الشجر بيتقطع الخشب ويقاد في النار، صح؟ الخشب لما بينشف ونقيله في النار ولا تصنع فيه حاجات بيتعمل لوحده عن طريق في واسطات. في واسطه سجاير ايه؟ جاي ايه؟ جاي يوقع الحكم واسطه، يوقع الحكم بايه؟ واسطه الانسان بيتدخل في المساله دي. لو نشاء لجعلناه ايه؟ مقام. لكن الماء ايه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن لو نشاء ايه؟ جعلناه. في حد بيتدخل في الميه خالص، فما جاتش واسطه اللام. لو نشاء جعلناه جالا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربنا العظيم. القرآن كله ايه؟ القرآن كله توحيد. انظر لتلك الشجرة
مين اللي جعلها في الجو كده الشمس كالشرر؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل من أوجد فيه قمرا. الله. انظر إلى الليل من أوجد فيه قمرا وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. يبقى رقم واحد محاور لا إله إلا الله في القرآن الكريم أدلة في كونية. رقم اثنين نعم ربانية. رقم ثلاثة قصص قرآنية. كل قصص القرآن الكريم قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا نوح، ونوح لما كان قومه ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قعد 950 سنة يدعو ايه؟ لا إله إلا الله، يدعو إلى لا إله إلا الله. وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا يوسف وكل الأنبياء وكل ايه؟ الأنبياء عشان ما يكونش الرب بس. يبقى في قصص قرآنية. رقم 4 من المثال ايه؟ قبل الأدلة العقلية في حاجة. أيوة أمثلة السيدة. أمثلة من ايه؟ الأمثلة اللي موجودة في القرآن. يقول الله تعالى طبعا أمثلة كثيرة جدا. أمثلة السيدة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طبعا لما نقول أوهن لو قلت لك يعني أوهن هتقول إيه؟ هتقول أضعف البيوت بيت بسرعة الرجال ضعيف لا يحمي من قرب ولا يحمي من حرب. لا يحمي من قرب ولا يحمي من حرب، ضعيف. لكن لو قلت لك حاجة في القرآن الكريم، في آية في القرآن وكي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ايه؟ يبقى ازاي الوهن اللي هو الضعف؟ كان ربنا يجيب وهن وضعفه يبقى كده تكرار في القرآن ترادف ليس له قيمة. لا، كل لفظة في القرآن لها معنى. لما العلماء فكروا في المسألة دي وفكروا ببيت العنكبوت، لقوا العنكبوت صح كده؟ لقوا العنكبوت أنثى العنكبوت بتجذب الذكر إليها، تقعد تلعب قدامه كده لحد ما يعمل إيه؟ ينجذب. هي كلها عايزة تعمل إيه؟ عايزة تخلف. فلما يحصل بينهم العلاقة بين الذكر والأنثى بعد ما تجيبوا ليها تقتل الذكر، وبعد ما تقتل الذكر تخلف. فالأولاد يقتلوا الأم، ما قتلت أبوها، يقتلوا إيه؟ الأم، وبعد كده يقعدوا يقاتلوا بعض لحد ما ينتهي البيت خالص. الحد ده أكتر البيوت معاناة وأكتر البيوت في تشريد وقتل وهلاك بيت العنكبوت. بيفنى كل اللي في الموجود. ولذلك شوف في القرآن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هو الإنسان بيتخذ، لو أنت تتخذ ولي، تتخذ ولي ليه؟ أي إنسان بيتخذ ولي يعني نصير، يعني معين. أنت بتتخذه ده عشان يعينك، عشان ينصرك، عشان يكون سند ليك، عشان يكون سند إيه؟ سند ليك. برضه العنكبوت اتخذت في البيت إيه؟ عشان يقويها، عشان البيت يقويها من الحر والقر ومن المصايب ومن المشاكل وكذا. فالبيت كان هلاك بسميها. البيت كان سبب ايه؟ كان سبب لهلاكها، كان سبب لهلاكها. موسى العنكبوت هي اتخذت البيت، وكان البيت سبب ايه؟ سبب لهلاكها. وكذلك الذين اتخذوا من دون الله اولياء، الاولياء لهم بسبب ايه؟ هلاكهم في الدنيا وهلاكهم في الاخره. شفت المثل ده في القران الكريم قد ايه؟ ولذلك قال تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى أدلة كونية ونعم ربانية وقصص قرآنية وأمثلة حسية، وآخر حاجة أدلة عقلية. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام إن من شيعته إذ جاء ربه بقلبه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. العقل يتكلم
فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا فأقبلوا إليه يزفون. شوف سيدنا ابراهيم أتعبدون ما تنحتون. مش بيتكلموا بالعقل اهو، ده انتوا بتسمعوه، تعبدوا حاجه بتسمعوها. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وقبل كده قال لهم برضه في آية تانية بل فعله كبيرهم هذا، خليهم فكروا عقولهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا. إذا بدأ الأدلة عقلية في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في آية برضه لك ولعل بعضهم على بعض، يعني في آلهة في القرآن كانوا يختلفوا مع بعض، وده يقول إن أنا ليا الشر، فلان يقول دلوقتي والتاني يقول لا بس أنا أسيب وقت تاني، فلان يقول خلاص أنا أعوذ بالقيامة دلوقتي والتاني يقول لا استنى شوية، ويخشوا مع بعض ده ولا أنا ما بدخلش ده ولا ما بدخلش ده. كان يحصل اختلاف في الكون ما يبقاش منضبط بهذا الانضباط. لو كان فيهما آلهة إلا الله يبقى كلمة إيه؟ بعقول. ضرب لنا مثلا ونسيا خلقه قال من يحيي العظام قل يحييها الذي شاء أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر. كل ده بيخليك تفكر اهو أدلة عقلية. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وهكذا القرآن الكريم كله توحيد. زائد برضه لكلمة لا إله إلا الله في القرآن الكريم. أسأل سؤال والسؤال ده ينفع للفوز. آخر سؤال. كم مرة تقول كلمة لا إله إلا الله؟ بس لا تضعف لا إله إلا الله خلاص. الله يفتح عليك. تعالوا 100 جنيه أقل من 100 جنيه ما تاخدش. طب تعرف لا أنا قالهم لي فين في القرآن؟ طب فين عارف؟ سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم.